سورة الفاتحة، قراءة أول سورة البقرة أول 5 آيات، ثم آية الكرسي، ولو كانت الرقية من السحر أقرأ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان إلى آخر الآية، وأقرأ ختام سورة البقرة وأقرأ أيضا سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس 3 مرات لكل واحدة منهن، المعوذتين نعم. ثم هناك بقى أدعية من الرقية الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. معلش نكررها مرة أخرى. حاضر. أوائل مرة أخرى فاتحة. سورة الفاتحة، أول سورة البقرة 5 آيات الأولى لقوله تعالى أولئك هم المفلحون، ثم لو كانت الرقية من السحر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ثم من سورة البقرة أيضا، ثم آية الكرسي، ثم ختام سورة البقرة من قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر السورة، آخر 3 آيات تقريبا يعني. آخر 3 آيات. ثم أقرأ سورة الإخلاص 3 مرات، الفلق 3 مرات، سورة الناس 3 مرات. ثم هناك أدعية منها بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، لو أنا اللي برقي إنسان، لو أنا برقي نفسي بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني 3 مرات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما أجد وأحاذر 3 مرات. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين ولامة وشيطان وهم 3 مرات. ثم أقول الدعاء المشهور في الشفاء والعافية والطهارة، اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أو سقما 3 مرات. وأيضا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. ثم أصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل يعني وسلم ده أمر بسيط جدا في مسألة الرقية من الحسد والسحر. يعني احنا بنقول للسادة المشاهدين لو جزئية فاتتكم ممكن تقدروا تتابعوها